واليوم حلقة كتير مهمة. لا تأخذوني فايقة من النوم وصوتي مو كتير ظابط. رح فوت بالحلقة دغري. أكيد قريتوا العنوان. أول طريقة لتتخلصي من وسواس الزوجة التانية، دللي دلال مفرط فيه، يعني بشكل مبالغ. اسمعي مني، شو بتعملي؟ بتعملي له الفطور بالسرير. أول ما يصحى يلاقي الفطور قدامه على التخت، زيتونة مقسومة نصين بشكل مرتب، حزين بندورة على طرف الصحن، بيضة مسلوقة نص سلقة ومع فلح وملمول، ملح وفلفل. أو بتجيبي كاسة شاي بتحليها بالعسل. أول ما يفتح عيونه يلاقي الفطور قدامه. هي أول شغلة. الشغلة التانية، لما تكونوا قاعدين عم تتفرجوا على فيلم أو مسلسل أي شي، لما ينفتح سيرة الزواج، أي شي بإيدك بتخطيه على الأرض وبتعصبي وبتطلعي فيه وبتزوري، تخليه حتى يخاف يسمع كلمة حفلة. هيك بصير هو عنده وسواس، مو انتي. الطريقة الثالثة، كل ما صبحتي ومسيتي نقري كلام، نقري بدنه، بخشي بدنه تبخيش. قوليله وحدة تتحمل شخيرك مثلي ما في، وحدة تتحمل صباحك مثلي ما في، وحدة تتحمل مزاجيتك مثلي ما في. خليها مسبحة على لسانك. هلأ هذا درس مبدئي. إذا عجبكم بنزل لكم حلقة طويلة يعني بالتفاصيل. بدي روح كمل نومتي. تصبحوا على خير. لا تنسوا تفعلوا زر السبسكرايب والجرس يعني هدول اللايكات والكومنتات.